يعني ما هي تجي بالممارسة. صح كابتن. جاي يقول له سؤال يقول يعني هي تجي بالممارسة يعني ما ادري كيف قاعد قوم. مو شرط اكو ببالهم انه يقول للبنيه روحي صيدله، انه اول تفكيره بالقلع، البنيه ما تقدر تقلع، بس هي اكو تخصصات ثانيه ممكن تستغني عنها بالقلع، ممكن تروح تقويم، ممكن تروح تجميل. لا هي مو قاعده ثابته، هواي اكو طبيبات اسنان كلش ناجحات. صرت اقلع كل زين. خبره طبعا، خبره بالقلع مو طبيعيه، وخبره بالتعامل ويا المراجع بشكل عام، خاصه فتره التدرج. يعني انت اول ايام الروتيشن ما راح تتعامل ويا هواي مراجعين بقد ما تتعامل بالتدرج القروي والارياف. ممكن تشوف بيوم واحد 40 50 60 مراجع. مرحلة أولى هذا شيء سؤال سهل ركضت عليه يلا توكل. خويا مرحلة أولى بعد صراحة يعني حتى أساسيات طب الأسنان ما يعرفها، فيفضل يأخر هذا الشيء، يعني مو بالمرحلة الأولى، خليها مرحلة رابعة خامسة، بهالمراحل يعني هم لا يروح حتى بهالمراحل. تتخرج مع الدرب ويشتغل. هو شوف مع طب الاسنان ماكو تشخيص من دون ما يجي المريض للعياده، فاصفرار الاسنان داخله بهم هواي سوالف. فمن العلاجات اكو عمليه تبييض، اكو احتمال هذا تصبغ وينشال بالتنظيف، واحتمال هذا تسوسات ولازم تنشال بحشوات تجميليه، واحتمال هذا لون السن الطبيعي وهم تحتاج سواء تبييض او قشور. يعني هواي مشاكل يعني ما تقدر تعطي حل اذا ما تعرف السبب الرئيسي شنو. سبب اهمال، لو سبب وراثي، لو سبب تداخلات ادويه. طبعا كلش مفيد، خصوصا المرحله اللي رايحون رابعه ثالثه لرابعه كلش يفيد. يعني خبرات، يتعلم شلون يخدر بالكليه. يعني ما اهم فقره هي التخدير صراحه، لان هم ممنوع يشتغلون، كتابهم فقط مشاهده. اكو هواي شغلات استفادينا من عندها طبعا، يعني هاي احنا ما نخلي مثلا نهمل هاي الجانب مال العلمي الموجود بالكليه، بس هواي شغلات مثلا قديمه ويعني اجت شغلات احدث من عندها، شغلات متطوره اكثر. بس هي بنفس الوقت الكليه تعطيك ترى البيزك، يعني الاساس اللي تبدي عليه شغله. احسنت. صح مو كل شيء راح تستفاد منه، بس كل شيء يعني انت القراءه راح تعتمد عليه بدايه. بالضبط مثل ما قال الدكتور احمد. انا ما اخليه يمشي يعني هو المفروض كل واحد من اطفالنا يعيش حياته ويلقى اصدقائه ويسوي هذا، ما نجبرهم يعني بكيفهم. ما جبره امشي ويا ابن حمص. انا عارف الجهال الله كلهم رايح بصادق ابن دكتور محمد رايح لو مش ما قاعد بصفي ما اقدر احكي. حد ما تصير ينزل. انا اشوف نفسي بطب الاسنان للابد. شوف هسه الطبيب العام العمر الوظيفي يوصل 80 سنه يقدر يشتغل، طبيب الاسنان يعتمد على صحته وجسمه. اي بس يعني ماكو اطباء اسنان عمرهم 60 70 سنه يشتغلون؟ ما هو التبييض اصلا يعني ماده كيميائيه قاعد تفاعل حتى تعطيك هاي النتيجه، يعني لابد اكو من السايد افكت مالته انه يعطيك تحسس، بس تبقى هي تحسس بدرجات اعتمادا على النسبه يعني مالته. واكو حالات نقدر نتجنب بها، يعني مثلا التحسس اللي يصير بالاسنان باستخدام التبييض المنزلي. التبييض المنزلي الاعراض الجانبيه مالته اقل، اللي هي التحسس اقل، الحرقه مالت الاسنان مالت اللثه، يعني اللثه تحترق بالعاده بالتبييض العيادي او حتى لو بنسبه قليله، بس بالتبييض المنزلي لا راح تصير هاي الشغله كلها اقل لان التركيز قليل. حتى مفعوله يعطيك يعني مفعوله كذلك نتائج احسن يعني من التبييض لان التبييض العيادي يطول الفتره من 3 اشهر الى 6 اشهر، التبييض المنزلي من 1.5 سنة الى 2 سنين يوصل. حلو يعني القوالب ضاله وياك، يعني انت الفك مالتك ما راح يتغير، فانت امتى ما حسيت النتيجه راحت يمكن انت حتى لو مثل هاي العصارات خلصت ممكن تجددها او تاخذها من اي تجهيزات. لا يعني احنا بصراحه جاي نحاول هاي اكباركم، بس مشكلتنا ويا اليوتيوب انه خلال هاي الاربع 5 سنوات اللي احنا اختفينا بها صارت طفره كلش قويه بمجال صناعه المحتوى. يعني صاروا حتى اللي ما عنده متابعين صار عنده
تصوير ومعدات وامور، فما نقدر احنا نرجع، واحنا عندنا شويه كم يعني ناس تتابعنا نرجع لهم بالفيديوهات القديمه اللي كنا نصورها قبل، ما نقدر. فعمليه رجعتنا نراد لها نراد لها مواكبه، والمواكبه يراد لها وقت، والوقت يراد له هواي امور، واحنا بصراحه مشغولين، فجاي نحاول على قد انه ما ننسى الموضوع، بس بصراحه الموضوع صعب. كاصدقاء، اول شيء كاصدقاء انه شويه الروتين مالت العمل اخف وماكو ملل. يعني ماكو يعني انت نوع معين تحبه ونوع ما حسب ظروف الشغل. اكو مرات يعني انت حالات تجي يعني هو المريض بسبب اهماله وعدم متابعته بصوره مستمره يعني ويا الطبيب تشوفه اسنانه يعني كرهك بالمهنه في سبيل انه انت بس تحافظ عليه. يعني ماكو فد شخص نقول هذا ما احبه. بشكل عام احنا نسحق كل شيء اخوان، زين مو زين، التعبان، الحلقه صغير، الحلقه كبير، ما يفتح حلقه. ليش يقول لك مهنه انسانيه؟ انسانيه طبعا هي. لا اكبر لا بالدنيا، هاي هالكبر هلا. اذا تحسبها كماده هسه ان انت راح تصرف بال60 65 مليون على شيء اهلي، ووراها راح تتخرج يقول لك ماك تعيين. يعني 60 مليون افتح بيها مشروع احسن لك، او شوف بيها غير هذا عياده. المستقبل طب الاسنان بانحدار، ما اتوقع يعني راح يعني هو كان الكل يدخل المجموعه الطبيه على مود التعيين، على مود الشيء ثابت، تعيين مركزي. انشال التعيين المركزي فصارت المجموعه الطبيه حالها حال الكليات اللي اندثرت من 2011 اللي هي الهندسه والعلوم، واللي وقفت تعييناتهم من 2011 يجوز من 2013 صار. وقبل لا واحد بالتعليقات يقول هاي انتم صرتوا اطباء اسنان فجاي تكسرون مجاديفنا، انت اذا راغب بالموضوع ما لنا علاقه اوكي، بس انا نحكي على الناس اللي محتاره، اللي اصلا مو بعمر رغبتها، داخلين على مود سواء الماده او التعيين او الشغل مستقبلا، هذول فالتعيين بالانحدار تام. من الساعه 4 العصر لحد الساعه 9. عدد جمعة اللي يكون صباحا من 9 الصبح ل 12 الظهر. عنوان مشتاق الجديد فوق شارع مطعم العزائم فوق مطعم باب الحارة. باب الحارة، عنواننا كله مطاعم طبعا. ما عندي خطة حاليا. حالي والله هي تعتمد حسب الشخص، حسب الشخص واهتماماته واولوياته والواقع اللي قاعد بيه. المساعد يدك ورجلك بالعيادة. جدا جدا يعني المساعد جزء لا يتجزأ من العيادة صراحة، يعني الشغل بدون مساعد يعني الحالة تخلصها صعب ويا مساعد نص ساعة، بدون مساعد ساعة ونص بالضبط.